لعلهم قليلون من يعرفون أن مدينة زرهون المغربية وسط البلاد هي من أول المدن العربية في منطقة شمال إفريقيا الأمازيغية، إذ اتخذها المولى إدريس الأكبر مؤسس دولة الأدارس عاصمة لدولته بعد سنة 788 ميلادية، لتمثل بذلك هذه المدينة الصغيرة بحجمها والكبيرة بتاريخها عاصمة لأول دولة إسلامية بالمغرب مستقلة عن المشرق. تحيط الجبال بمدينة زرهون من كل ناحية، مما جعلها تقع في موقع دفاعي، ولعل ذلك من الأسباب التي جعلت إدريس الأكبر يتخذها عاصمة لدولته الناشئة، إذ كانت محصنة آنذاك طبيعيا من أي غزو بسبب موقعها الاستراتيجي. خلال التجول في أزقة المدينة العتيقة، تنتقل تلقائيا عبر التاريخ من خلال الدروب الضيقة التي تشبه المتاهة، وسط هدوء جميل في أحيائها القديمة. تعتبر مدينة مولاي إدريس قطبا سياحيا هاما لما تتمتع به من مآثر عمرانية ومؤهلات حضارية، باعتبارها مركزا دينيا وملتقى حضاريا، خاصة بعد الاهتمام الذي شمل تراثها وعمرانها، وبنيت بها المساجد والمدارس والفنادق والحمامات التقليدية. كما يوجد بالمدينة صومعة مسجد السنتيسي، والتي تم بناؤها من طرف الحاج إدريس السنتيسي سنة 1939 ميلادية، وتتميز بشكلها الأسطواني الفريد المزين بفسيفساء خضراء كتب عليها آيات قرآنية بالأبيض، وهي الصومعة الوحيدة في المغرب التي بنيت على شكل دائري. ضريح مولاي إدريس هو عبارة عن مركب ديني فوق ضريحه قبة مزخرفة بألوان زاهية، ويضم مسجدين: مسجد شيده المولى إدريس في القرن 11 ميلادية وهو المسجد الأعظم، والمسجد الحسني الذي أمر الحسن الأول ببنائه سنة 1886 ميلادية. وقد عرف الضريح عدة إصلاحات وتوسعات، أهمها التي تمت في عهد السلطان العلوي المولى إسماعيل الذي أمر سنة 1132 هجرية بهدمه وشراء الأصول المجاورة من جهاته الأربعة من أصحابها، وأعاد بناءه في هيئة بديعة، حيث استمر البناء إلى أن تمت سنة 1134 هجرية.
يخصص للضريح موسم بكامله في نهاية شهر غشت من كل سنة. في تلك اللحظات المزهرة بالروحانيات تجد وفود الزائرين والوافدين على المدينة من مختلف مناطق المملكة ومن مختلف الطوائف الصوفية أيضا. ساعتها تصبح المدينة عاصمة الروحانيات بكل تأكيد.